الله روح. احنا ساعات لما بنسمع كلمة الاب والابن مخنا بيروح للاب وولده والعلاقة الجسدية. طبعا ده بعيد كل البعد عن المفهوم المسيحي للثالوث وللاب والابن. الاب والابن والروح القدس هم ثلاث اقانيم لله الواحد. ايه معنى كلمة أقنوم؟ كلمة أقنوم كلمة سريانية وتعني من يقوم عليه الجوهر الإلهي كأساس. أخذناها من الكنيسة السريانية واستخدمناها في ألحاننا وفي صلواتنا كما هي. وعلى فكرة إحنا ما بنقولش الله يتكون من آب وابن وروح قدس. لو الله بيتكون من ما يبقاش الله بسيط، يبقى الله مركب وتقدر تفك إلى آب وابن وروح قدس. حاشا أن يكون هذا هو إيماننا بالله، إنما الله هو آب وابن وروح قدس. الإنسان مثلا مثال بسيط وغير دقيق لشخصية الله لكنه قريب الشبه. الإنسان واحد، أنت شخص واحد، لكن أنت عندك جسد وعندك نفس وعندك روح. مع التشبيه مع الفارق طبعا، إن ممكن الروح تفارق الجسد في حالة الوفاة، إنما الله الآب والابن والروح القدس في جوهر واحد، في طبيعة واحدة، في لاهوت واحد. مسألة الثالوث ده حاجة مش في الجوهر. زي الشمس تلد الشعاع وتبصق الحرارة. القرص والشعاع والحرارة شمس واحدة، لا تقول ثلاثة شموس. ومع هذا لا يوجد قرص للشمس بدون شعاع، ولا يوجد قرص للشمس بدون حرارة.